السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. الصراحة كده ان وانا شغالة ظهر معايا حاجة كده، هي بتظهر معايا على طول وانا بظبط لها المكنة، بس قلت اقولها عشان خاطر اخواتنا المبتدئين اللي بيشتغلوا على المكنة الاصطناعي دي، يعني لسه من فترة قريبة كانوا بيشتغلوا على المكنة اللي هي المنزلي وبدأوا يقعدوا على المكنة الاصطناعي الكبيرة دي. فانا حبيت ان انا اعرفكم عشان خاطر لو ظهرت معاكم تعرفوا ازاي تتفادوها، ومش اي حاجة صغيرة تحصل في المكنة نروح نجيب صيانة. ممكن في حاجات صغيرة احنا بنعرف نظبطها لو خدنا بالنا منها، وفي حاجات لازم نجيب حد مختص بتاع صيانة. انا مش بقول كده ان بتوع الصيانة ملهمش لازمة، لا طبعا لهم دور كبير جدا، لان ساعات المكنة بيحصل فيها مشكلة كبيرة محدش بيعرف يعملها الا هم. بس في تريكات كده بسيطة احنا بنعرف نعملها. اول حاجة لما بتيجي تشتغلي على المكنة دي بخامة ما فيهاش مطاطيه، والنسيج بتاعها يعني الخامه بتاعتها حلوه شويه محمله، غير لما نيجي نشتغل بالستانات. اي نوع من انواع الستانات طبعا، دي ليها ظابطه ودي ليها ظابطه، والشيفون ليه ظابطه. هتقولي ازاي ليه ظابطه؟ من هنا شايفين العيار ده؟ العيار ده بيظبط وبيمشي حاجات كتير جدا. هتقولي ازاي؟ هقول لكم تعالوا كده اهو. بسم الله، ثواني بس اشغل المكنه وارجع لكم تاني. بصوا هنا كده هبدأ اجرب على القماشة دي اهي. ديت انا كنت اخر حاجة شغلاها على المكنة اهي. بسم الله. بس كده بصوا شغالة معايا ازاي وحلوة، ما فيهاش اي حاجة وطالعة مظبوطة، ما فيهاش اي مطاطية اهي، ولا فيها ورورة ولا اي حاجة. حلوة اهي. بصوا تعالوا بقى نشتغل على القماشة اللي هي تقيلة شوية، بس دي ستان خلي بالكم، حساسة شوية. مش بشتغل بيها باي ابره، لازم الابره اللي انا حطاها في المكنه لا اما تبقى 11 لا اما 12، ما ينفعش اشتغل بيها ب 14. الابره هتخرم فيها وهتعلم فيها ومش هتبقى حلوه في الخامه دي. بصوا ده خط البورسون بتاعها، لو اشتغلنا بيها بابره تخينه الابره ال 14 بص هتعمل ايه، هتعمل كده شايفين؟ انما الابره ال 11 وال 12 سنها رفيع جدا وهتبقى حلوه جدا معاها. تعالوا بقى نجربها هنا كده. بصوا بس كده، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ شايفين موروره ازاي اهي. امال بقى لو اشتغلنا على الشيفون ده ايه اللي هيحصل؟ تمام، معلش بس الضم المكنه اهو. بصي شايفه؟ ف شايفه عامله ازاي؟ طبعا دي كده مظبوطه على الخامه دي. ازاي بقى اظبطها على الخامه دي؟ هبدا افتح ده كده، شايفه؟ ببدا افتحه كده. خلاص كده انا فتحت فتح حلو. اجي بقى اعيد تاني كده على حته تانية واشوف كده. بصوا شايفين؟ شايفين دي من دي كانت عامله ازاي ودي عامله ازاي؟ شايفين اهي اهي. شايفين دي مورره ازاي اهي، باينه قوي كده اهي. بصوا دي اتظبطت اهي. تعالي كده نجرب دي بعد ما ظبطنا على الستان، نشوفها كده على الشيفون اهي. حته تانية برضو اهي، عايزه يعني ايه صبت سنه يعني، فاهمين؟ اهي ابدا افتح تاني، بس خلي بالي عشان الغرزه بتاعتي ما تعومش معايا وتبقى شكلها وحش اهي. اهو شايفين؟ شايفين دي من دي اهي، دي من دي اتظبطت ازاي؟ فاحنا يا جماعه اي حاجه دي او دي او دي هنا في المكنه، او العيار اللي هنا ده بتاع الغرز، اي حاجه في المكنه يا جماعه ليها دور مهم جدا.
ما نستهونش باي حاجه، ولازم عينك تبقي عارفه انت بتعملي ايه، ولازم ودنك تبقي مع المكنه لو سمعتي فيها صوت تكه او سمعتي فيها اي حاجه مش مظبوطه انت يعني متعوده عليها، لازم تقفي وتعرفي ان المكنه فيها حاجه. ما تشتغليش كده خلاص، لانك انت لو اشتغلتي كده خلاص ممكن تخسري. يعني فيها المكنه البيت المكوك، بيت المكوك اللي هو بتاع الكروشيه، لو الابره مريشه وبتعمل صوت هتعمل صوت طبيعي، انما الابره لو مريشه وتفضل نازله طالعه في المكوك، اول حاجه هتبوظ لك النسيج بتاع الخامه اللي انت بتستخدميها، وتاني حاجه هتبوظ لك البيت المكوك. فانت يا ريت تحافظي على الحاجه اللي انت شغاله عليها عشان خاطر تقدر تديكي زي ما انت ما عايزه تاخدي منها. وشكرا جدا اول النهارده كده، وخلي بالكم المره الجايه هعمل لكم فيديو على الضغط بتاع المكنه ده لازمته ايه. ده ليه دور كبير جدا، في ناس كتير قوي مش عارفاه، فاكره ان ده كده محطوط وخلاص، لا ليه دور كبير جدا، بس مش هعرف اعمله لكم في الفيديو ده عشان الفيديو ده كده خلاص يعني مدته طولت. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك حلو كده، وتسيبوا لي كومنت، واللي مش متابعني يتابعني، ولو بتتفرجوا على اليوتيوب يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان خاطر كل جديد ينزل لكم. سلام.